سلام. الحقيقة في حاجة حصلت معايا يوم 13/12/2025 الساعة 14:57 57 ثانية عند ATM أحد البنوك في مصر في المدينة اللي أنا ساكنة فيها، والحاجة دي فرساني لدرجة إن النهاردة الساعة 6:27 يوم 16 ديسمبر مش طايقة نفسي ومفروسة، ولأن المرارة والله خسارة فأنا لازم أطلع اللي جوايا، وكمان عشان عندي سؤال. يلا اتفرسوا معايا يا جماعة الخير. في اليوم المذكور أنا كنت بشتري حاجة، وأنا متعودة إن أنا بحاسب بالكارت علشان أخلص من طابور البنك، وإن المكن ممكن يكون كله مش شغال بس في مكنة ولا اتنين هما اللي موجودين وفي طابور ستات ورجال والكلام ده كله. لكن للأسف في اليوم ده السيستم ما كانش مساعد إن الحساب بالكارت ينفع، ما كانش قابل، وأنا عارفة إن معايا رصيد ما ينفعش إن هو ما يقبلش، يعني المعاملة مرفوضة لكن أنا ما ينفعش إنه ما يقبلش، فاضطريت إن أنا أروح أسحب كاش عشان أحاسب على الحاجة اللي أنا حاجزاها في المكان. وأنا رايحة عشان أسحب كارت كان في واقف على كابينة، كباين فيها بايظ وفي كباين زحمه وفي كابينه عليها 7 رجاله وبنتين قدامي وانا الثالثه. البنت اللي قدام يا بنتي هو مش في واحد بيتاخد من هنا وواحد بيتاخد من هنا، قالت اصلهم جايين من قبلينا فهم هيعدوا، محدش اتكلم، والرجاله ما قالتش ايوه لا تعالوا والنخوه ولا، والبنات ما ينفعش تفضل واقفه لغايه لما 7 رجاله يخلصوا ولا اي حاجه. تمام، احترمنا ان احنا جايين كده خلاص، انتوا ماشيينها كده ماشيينها كده. جه وفاضل 5 رجاله، راجل كبير، راجل كبير في السن، شعره ابيض ما فيهوش شعر رمادي، عارفين يعني ايه شعره ابيض ما فيهوش شعر رمادي؟ وقف، فكرنا انه هيقف في الطابور، ولع سيجارته. انا اخر واحده فانا مش عارفه ده هيعمل ايه، ومش مش فاهمه انت يعني من مجيتك كده انت حضرت الحوار اللي في الاول ولا لا. تمام، شاف ال5 رجاله واحد ورا واحد ورا واحد والبنات واقفه لسه، وهو بيبص كده من بعيد وبيشرب سيجارته. وبعدين فضل اخر راجل على الصف، فخلاص اخر راجل واقف في طابور الرجاله واحنا ال3 بنات واقفين، وانت ما جيتش تقف في الطابور يعني انت مش جاي للبنك. دخلت اول بنت اللي هي كانت موقفه صف البنات كله. حلو الكلام. اول ما البنت دي دخلت كانت الاول بتعمل معامله تحويل العمله، الراجل ده هوب فجاه لقيناه الATM كده هو لازق كده لازق كده فجاه. ايه عمله ايه البلد دي؟ ايه ريال سعودي يا عمو. هي دي برضو مشكله عندنا في البنات، ان احنا لما حد غريب بيدخل دخله ملهاش لازمه بنبتسم ونرد عليه لما يكون سنه كبير. فضل يكلم البنت وهي عماله بتشتغل، تفهمش انت بتعمل ايه؟ واحد ده ATM وحسابات ماليه وانت مش المفروض وشك يكون وفي مواطن بيعمل معامله ان انت تكون موجود في الحته دي. تمام، فضل واقف وهي البنت بتحاول تخلص معاملتها، لهاها نست تعمل ايداع. جت البنت اللي وراها بنت صغيره برضو عايزه تعمل ايداع علشان مصاريف الكليه بتاعتها، فبرضو اتكلم مع البنت دي وانت لسه واقف. ناس جات، ستات جات ورجاله جم وقفوا وراه، شباب ورجاله. جه واحد فلاح اول واحد، وفلاح مش اهانه الفلاح، انا اقصد ان هو راجل عادات ريفيه، فقال ايه ده انتوا بنت داخله ورا بنت انتوا ازاي؟ فهو قال له اصل هم كانوا واقفين وقدامهم رجاله كتير خلصوا صف الرجاله وبعدين ال3 بنات دول هيخلصوا بعدين انا هدخل وانت بعدين. اكتشفنا ان هو هيدخل برضه، قعد يلهي ويرغي مع البنت اللي بتحط المصاريف ويستظرف ويستخف في دمه. بنتي وانت هتعملي ايه بقى؟ يلا خلصي حلو. البنت اللي كان الناس تعمل ايداع قالت ايه ده انا نسيت يا عمو ان انا اعمل ايداع، انت لهتني ما نسيت اعمل ايداع. راح قال لها يا حبيبتي هدخلك قبليه. وانا واقفه جه عليا الدور لان انا تالت بنت، فدخلت بعمل معاملتي وبحاول اداري كده على رقم السري والكلام ده كله، لان هو حاطط راسه لازق في المكنه حرفيا، يعني نفسه في وشي، ريحه السيجاره اللي كان بيشربها في وشي، وضع غير مناسب خالص. بيقول ايه ده انت ما بصيتيش حتى في وشي. يعني ايه ما بصيتش في وشك؟ عفوا ابص في وشك ليه؟ دوري وباخده. قال انا بس الراجل الفلاح كان معاه حق، انا بس بسجل موقف. قلت له بتسجل موقف ليه؟ كنا واقفين 7 رجاله وحكيت الحدوته من الاول تاني، وانت جيت على الوضع ده ما كناش عارفين اصلا انت واقف في الطابور، وده اللي حصل. الستات بيقولوا ما كنتوش تقبلوا بالكلام ده. البنت اللي وقفت الطابور قالت انا اللي عملت كده. قلت لها انا خدت حقي، مش مطلوب مني ان ابص في وش حد. هل انا مش عايز ان انا ادخل، انا بس بسجل موقف، ما بصيتش في وشي. هو مش مشكلته ان انا دخلت او ان انا خدت حقي وانا واقفه بقالي ساعه وزياده كمان، لا هو مشكلته ان انا ما بصيتش في وشه. فجه حد ظريف شاب انا ما بصيتش في وشه برضه هو كمان، قال لك ايه يعني عيب ما ترديش عليه، ده راجل قد ابوك انت مش ابويا انا. وهقول لك ليه ابوك انت مش ابويا انا. ده اسمه تحرش سلبي يا جماعه. المتخصصين التحرش السلبي مش الشباب الصغيرين ولا الناس المتوسطه العمر، المعاقين اخلاقيا من كبار السن، ومش كل كبار السن ربنا يبارك في اجدادنا، وبيعملوه ب3 طرق. الطريقه الاولى هي طريقه الاتوبيس، ودي ما بتبقاش تحرش، ده بيبقى هتك عرض. يا عمو اللي دايما بيركب الاتوبيس ينام وراسه ما بتسندش على الكرسي بتاعه لورا، بيسند على الكرسي اللي قدام، دايما مغمى عليه لقدام كده وايديه من ورا بتلعب، وضحاياته البلبلت اللي جنب الشباك، واحنا عارفين بنتعامل معاه كويس قوي ازاي. بس انا هقول تعليق كده عشان ما يبقاش تحريض على العنف، بنظام لو راجل صرخ وقول اي. ده النوع الاول.
النوع التاني عمه اللي بيكعبل في الشارع لما ما يبقاش فيه غير البنات او اقرب حد ليه بنت، علشان البنت تجري عليه تحاول تساعده وتسنده، يقوم يحمل عليها وتلاقيه ملزق شويه يعني. عشان لو قلت له انت بتعمل ايه يا عمو، انت اللي جريتي عليا يا بنتي في ايه، والله بنت اتجدوا مش بابا حتى، وهتتاكلي من الناس. النوع الثالث النوع بتاع الاي تي ام. اي تي ام فيه حرمه للحسابات، ده بعيد بقى عن ان احنا بنات. لما يكون في بنت بقى حضرتك نفسك ما بيبقاش فيها وما تطلبش انها تبص في وشك، ده اسمه تحرش سلبي، اللي هو انا عايز اخد كلمتين حلوين وعايز اخد ابتسامه. انا اسفه جدا، انا بابايا ما قاليش لما تروحي يا بنتي تلاقي حد في سن باباكي وزعي عليه ابتسامات. انا بابايا قال لي خلصي مصلحتك وجاري على البيت، ماشي يا عتريس، بس انتهينا، ابتساماتك ليا يا حبيبتي. فيعني انا ده ردي. انا تعرضت لاكتر من نوع عنف، ده تحرش. وعلى فكره في حد ظريف كده قال لي ايه، انت لو نازله من بيتكم عندك الفكره بتاع ان ممكن حد هيتحرش بيكي، فانت بتستدعي طاقه انك تتعرضي لموقف لا والله احنا ما بنحضرش المتحرشين يا فندم، احنا وصلنا للمرحله دي بتحضروه فكريا. انا ما بحضروش. احنا المواقف من كتر ما بتتكرر بقينا عارفين العلامات. واحد واقف بعيد يبقى انت مش جاي، احنا شكينا. انا شكيت من ان انت جاي للطابور اصلا، انت ما خدتش دور في صف الرجال، انت ما قربتش لما بقى في راجل واحد، انت جريت لما اول بنت جت. ايه يا انكل في ايه؟ وبعدين بتسجل موقف. انت لو راجل ليك حق هتتخانق، دي حاجه تانية. هو معلش اصل كان في 7 رجاله والثلاث بنات دول اللي كانوا واقفين، وانا لما جيت ما اديتلكش ابتسامات، ده انت حتى ما بصيتيش في وشي. هبص في وشك ليه؟ هو انت مش لسه مقرر ان احنا لينا حق؟ يبقى انت عايز ايه؟ يبقى ده تحرش. فكره هو مد ايده ولمس، لا يا فندم، هو في حاجه اسمها سوشيال ديستانس، في حاجه اسمها مسافه اجتماعيه. المفروض ان انا مسافه اي حد يبعد عني مسافه امتداد دراعي. فلما يبقى نفسه في وشي وبيستظرف ومش بيحترم سنه، ده تحرش. انا ما اعرفش اذا كان النوع ده من التحرش ليه عقوبه في القانون ولا لا. هو ده بقى التساؤل اللي انا عامله الفيديو ده عشانه. انا نفسي حد من المحاميين او القانونيين يرد عليا. غير كده على الاقل هنتكلم لغايه لما يبقى في قانون يعلم الرجاله دي تحترم نفسها، وان العنف المجتمعي اللي انا تعرضت له بتاع عيب ده زي ابوكي، واللي قال لي الكلام ده كان شاب وهو راجل كبير على فكره، والراجل الكبير ما فتحش بقه. العنف المجتمعي وافتراس البنات، وكأن حلال ان الرجاله الكبيره في السن الشايبه اللي بتتدرب في الشيبه تستظرف وتستخف دمها وتتحرش بالبنات، طالما البنات دي من سن 15 فيما فوق وشكلهم كده مدموزيل يعني. لكن لما الحاله الوحيده اللي هم يتعاقب بيها الراجل الكبير لما يتحرش بعيال في حضانه. على فكره انتوا اللي بتدوا التصريح، لما بتبرروا لهم لما يتحرشوا بالكبيره بيستقوا على الصغيره. وانا مش هتفرس لوحدي. ولو في حد من الساده المحاميين الموجودين على اليوتيوب شاف الفيديو ده صدفه، انا عارفه ان انا فيديوهاتي ما بتتشافش كتير، بس يرد عليا. الاشكال دي ليها رادع، علما ان احنا كنا عند اي تي ام، يعني كاميرا البنك موجوده والبجاحه ليها ناسها، والاشكال اللي زي دي مش زي بابا. ما حدش يشبه، انا بابايا كان راجل.